طبعا اداؤه لفت الانظار للدوري المصري كله، وفي موسم 2011 انتقل مؤمن زكريا للمصري البورسعيدي في يناير 2011 واستمر معاهم لحد حادثة بورسعيد الشهيرة. لعب معاهم حوالي 22 مباراة وسجل فيهم هدفين 2، والهدفين دول انا جايين لك هقول لك فين وحصلوا ازاي وكيف في ال 22 مباراة. والهدفين دول جالهم في مباراة واحدة اللي هي المباراة الشهيرة بتاع حادثة بورسعيد اللي استشهد فيها اخواتنا ال 72 شهيد، وكمان كان نازل بديل في المباراة دي. لاعبي النادي المصري وادي احمد فتحي بيرفع وشه، وتوغل من اكثر من لاعب من النادي الاهلي، بتتلعب على طول في العمق، وادي ضربه راسيه، جول 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 جول، وهدف اول، هدف اول لفابيو جونيور. المره دي ادي لمسه اولى من شرويده لعبد الحكيم، لشرويده مره ثانيه، والعرضيه حلوه لزكريا، وزكريا جول